السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرة اللي فاتت احنا قلنا خلاص ازاي هنحط كالي على فيرتشوال ماشين. طيب وانس ان انا حطيتها، ايه اول خطوات بعد كده بعملها؟ انا دلوقتي واقف على الماشين اهو، هقول له هجيب السيتنج بتاعتها. طيب بعد ما اجيب السيتنج هروح على جنرال، ومن جنرال هروح على ادفانسد. هقول له ان الشيرد كليب بورد والدراج اند دروب هخليهم باي دايركشنال، يعني هفعل الاوبشن ده يبقى هما الاثنين باي دايركشنال، بحيث ان انا لو خدت اي ملف من على الويندوز بتاعي حطيته على الكالي لينكس عادي جدا ان انا اقدر اخد ملف من هنا اكبره هنا او كات من هنا وهكذا. فهخلي الاوبشن ده هخليه باي دايركشنال. طيب ايه تاني في الاوبشن انا محتاجه اغيره؟ إيه مثلا سيستم ديسبلاي؟ لا خلاص، الديسبلاي ممكن نخلي الفيديو ميموري بتاعتها الماكسيموم، هي اوريدي هنا الماكسيموم اللي هي 128. وكمان هنروح على ستورج ممكن نغير فيها واقول له ان الكنترولر واديله مكان الايزو ايمج بتاعتي، وام بي تي دي ممكن برضو نغيرها، ولكن انا محتاجتش ان انا اغيرها. وهنا هقول له من المكان ده هديله مكان الايزو ايمج بتاعتي برضو، ولكن انا محتاجتش ان انا اغيرها. لو ظهر بالنسبه لكم مشكله فهنرجع نغيرها، مفيش مشكله. هروح النتورك هنا الادابتور فيه تو اوبشن، يا اما خليه نات او خليه بريدجت ادابتور ده هيسمح ان الكالي لينكس تقدر تاخد اي بي من الاكسس بوينت اللي انا كونكتد عليها او من الراوتر بتاعي، فدي هتخليني اخد اي بي من الاكسس بوينت كمان. فيا اما تخليها نات يا اما تخليها بريدجت نتورك. ايه الفرق سريعا ما بين نات وما بين بريدجت؟ نات دي بتخليه ياخد انترنت عن طريق الويندوز، فبالتالي كأنه بياخد انترنت من جهاز اخر اللي هو الويندوز بتاعك، فبالتالي هو مش متوصل دايركت بالعالم الخارجي او بالانترنت الخارجي. ولكن بريدجت دي يعني ايه؟ نات دي كأنك بتقول له اديني وصلة كده من عندك، وصلة انترنت من عندك يا ويندوز. تمام، فانت كده الانترنت بتاعك مستخبي ورا الانترنت بتاع الويندوز. لكن لما تقول له بريدجد لا، انت خليته ياخد انترنت دايركت من الاكسس بوينت بتاعتك وياخد اي بي منفصل، يبقى دلوقتي بقى كانه جهاز منفصل. انهي الافضل دلوقتي؟ انهي الافضل لو انا هختار النات. ليه النات؟ هي فيها برايفسي اكتر او خصوصيه اكتر، لان كده انا مش متوصل مباشر على العالم الخارجي، لا انا متوصل عن طريق المضيف بتاعي اللي هو الويندوز بتاعي. طيب بعد ما اخليها نات مش بريدجت، هخلص خلاص وهقول له اوكي. وانس ان انا قلت له اوكي على السيتنج دي، هبدا ان انا اقول له ستارت. طيب وانس ان انا اقول له ستارت هيبدا يقول لي بقى الانستليشن بتاعي، يعني يلا ابدا اختار اللغه بتاعتك والريجون بتاعتك، المنطقه اللي هي مثلا ايجيبت او على حسب المنطقه اللي انت فيها. ثم اختار الكيبورد لاي اوت ان انت بتختار اللغه الانجليزيه، وتكمل التسطيب عادي جدا. اول ما ابدا التسطيب فالمفروض ان هو هيقول لي جرافيكال انترفيس، هختار الجرافيكال انترفيس خلاص وانتر، وبعد كده هبتدي اختار اللانجوج اللي انا عايزها، هختارها انجلش. ثم هختار الكيبورد لاي اوت او اللوكيشن سوري، وبعد كده هختار الكيبورد لاي اوت. هيبدا التسطيب معايا خلاص في ثواني. هحط له الهوست نيم هسميه كالي او اي نيم تاني انت عايزه، وبعد كده هحط له الدومين نيم، وممكن اسيبه جدا فاضي، انا مش محتاجه احط دومين نيم دلوقتي. هحط اسم اليوزر الفول يوزر هسميه مثلا سماح عز او هسميه اي اسم تاني، وبعد كده اليوزر نيم بتاعي. هحط باسورد لليوزر اللي انا عملته ده، وارجع اكتب تاني اليوزر نيم تاني، اليوزر الباسورد مره اخرى، وبعد كده خلاص هيخلص تسطيب. اسهل حاجه هنا في البارتيشن ان الديسكينج ان انا اقول له جايدد، يعني زي ما انت عايز اعمله زي ما انت عايز. طيب partition and disking كذلك برضو. all file in partition recommended هسيبها زي ما هي، باقي الاعدادات كلها هسيبها زي ما هي وخلاص، واقول له finish البارتيشننج خلاص، واقول له continue. وبعد كده هقول له هنا البارتيشننج ديسك يس، خلاص هو قسم بارتيشن زي ما هو عايز، وهقول له يس خلاص. خلصت الاعدادات وخلصت الانستليشن، هقول له continue خلاص علشان يخلص كل ده. مش هغير اي حاجه. بعد كده هقول له continue. بعد كده هقول له continue عادي خالص واسيبه يكمل. عايز تعمل بوت لودر او حاجه زي كده، فانا هقول له يس مفيش مشكله، يلا ابدا ان انت تعمل بوت. وهقول له المكان اللي هو بيبوت منه اللي هو الايزو بتاعتي لحد ما يخلص الانستليشن بتاعه، وهقول له خلاص كونتينيو. هو بياخد منك كام دقيقه بس. وانس ان هو خلاص هيبدا دلوقتي في نسخه الكالي. فاينالي عملنا ستارت وجات لي الشاشه الجميله العظيمه اللي اول ما تبان قدامنا اعرف ان انا نجحت الحمد لله وسطبت الكالي عندي. اليوزر نيم والباسورد كالي او على حسب ما انت حطيته في السيت اب، والافضل ان انت تخليه كالي عشان ما تنساهوش خالص.
هعمل لوجين. وانس ان انا عملت لوجين هيبدا يظهر عندي المظهر الجذاب جدا ده، الا وهو سطح المكتب بتاع الاوبريتنج سيستم الكالي لينكس اللي هو العظيم جدا واللي انا شخصيا بحبه جدا. ده سطح المكتب او ده الديسك توب بتاع الكالي. في ايه؟ في اول حاجه تيرمينال، اول حاجه واشهر حاجه هي التيرمينال. وانس ان انا دوست عليها، التيرمينال ده هي الشاشه اللي انا بتفاعل معاها كثيرا في الكالي لينكس او في اي اوبريتنج سيستم لللينكس. باستعمل اكتر اداه بستعملها هي التيرمينال، بتحكم فيه اكتر عن طريق التيرمينال. لو انا عايزه اكبر الشاشه دي والخط فيها صغير بقول له كنترول شيفت بلس، الثلاث زراير مع بعض كنترول شيفت بلس، فهو كده بيكبر الكلام. ممكن نستعمل امر زي ايه؟ زي حاجه اسمها ليست يعني ليست مثلا الحاجات في المكان اللي انت واقف فيه، ايه الفايلات وايه الفولدرز، ايه الفايلز وايه الدايركتوريز في المكان اللي انت واقف فيه. زي مثلا ممكن اقول له ديت، قول لي الديت بعد اذنك. زي ممكن اقول له كالندر، قول لي كالندر او شهر معين. ومجموعه من الاوامر كتير مش هنتطرق ليها دلوقتي، لكن ده سطح المكتب وده التيرمينال اللي هو الاساسي. عندي ايه تاني؟ انا قلت ان الكالي هي توزيعه فيها مجموعه من الابلكيشن والتولز اللي بتخليني اعمل بنتريشن تيستنج. فبالتالي هروح هنا زي ستارت منيو. يعني ستارت منيو دي هلاقي فيها ادوات او تولز اساسيه لموضوع النتوركينج او السكاننج للنتورك او المونيتورنج للنتورك. زي ايه؟ زي حاجه اسمها تول اسمها ان ماب. شايفين هي بيلت ان موجوده، انا ما عملتلهاش انستول. اللي احنا قلنا عليها المره اللي فاتت في السيشن الاولى، ان ماب هي موجوده اوريدي، لو انت جربت تعملها انستول هيعمل لها ابديت بس كده. زي تول ايه تانية؟ زي الواير شارك. واير شارك، ولو ما خدتوهاش او ما تعرفوهاش فاحنا هنعرفها في الكورس ده وهنجربها. ان انا اقدر بيها اسكان النتورك بتاعتي واعرف الباكتس اللي طالعه من جهازي واللي راجعه لجهازي. زي تول اسمها ميت سبلايت. ميت ميت سبلايت فريم ورك، وهنتطرق ليها برضو وهنبدا ان احنا ناخدها في الكورس ده باذن الله. زي كمان تول اسمها بيرب سوت. بيرب سوت، شايفين كل حاجه بيلت ان موجوده. احنا قلنا ان هي توزيعه ضايفه شويه تولز وشويه ابلكيشن تدعمها في النتوركينج، انها تعمل لها سكاننج، ان انا اعمل بنتريشن تيستنج. كل تول من دي هنجربها في السيشنز اللي جايه ان شاء الله، وتولز تانية كمان كتير. شكرا جزيلا، خلصنا السيشن التانية، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.